بورتا لن يتوقف، مهاجم جديد ومجاني بديل ليفاندوفسكي. اهتمام تركي بضم تير شتيجن من برشلونة. رومانو يكشف تطورات تجديد دي يونغ. قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كورازون. أعلن نادي برشلونة رسمياً فسخ تعاقد مدافعه الفرنسي كليمنت لينغليت بعد انتهاء إعارته لأتلتيكو مدريد. ولعب لينغليت طوال الموسم الماضي في صفوف أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة قبل عودته لبرشلونة من جديد هذا الصيف. وأصدر برشلونة بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: توصل النادي ولاعب الفريق الأول كليمنت لينغليت إلى اتفاق لإنهاء عقده. وأضاف: يعرب برشلونة عن امتنانه علنا للينغليت على التزامه وتفانيه، ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل. من جهته، أعلن أتلتيكو مدريد تعاقده مع لينغليت لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع برشلونة. وقال أتلتيكو في بيان رسمي: توصل لينغليت وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق لتوقيع عقد حتى عام 2028. أفاد الصحفي فابريزيو رومانو أن الهولندي فرينكي دي يونغ بات قريبا من تجديد عقده مع نادي برشلونة في خطوة تعكس رغبة متبادلة بين الطرفين في مواصلة المشوار معا. وأكد رومانو أن دي يونغ يشعر بسعادة كبيرة في برشلونة، وهو متحمس جدا للبقاء في صفوف الفريق، لا سيما بعد تولي الألماني هانز فليك قيادة الجهاز الفني، حيث يشعر لاعب خط الوسط براحة وانسجام مع مشروع المدرب الجديد. يذكر أن العقد الحالي لدي يونغ يمتد حتى صيف 2026، لكن إدارة النادي الكتالوني تسعى لتأمين استمراريته لفترة أطول، خاصة في ظل قيمته الفنية وتأثيره الكبير في وسط الميدان. اتخذ برشلونة قراراً واضحاً بشأن من يريد أن يقود خط هجومه بعد رحيل ليفاندوفسكي، وهذا الرجل هو خوليان ألفاريز. وفقاً لتقارير إذاعة كادينا سير، فإن رئيس برشلونة جوان لابورتا يرى أن ألفاريز قد تفوق على أهداف أخرى مثل رافائيل ليو، مشيراً إلى أن الفكرة ليست التعاقد معه على الفور، ولكن التخطيط للموسم المقبل عندما ينتهي عقد ليفاندوفسكي الذي من المتوقع أن يرحل عن الفريق الكتالوني. حقق المهاجم ألفاريز موسما رائعا مع أتلتيكو مدريد، حيث سجل 29 هدفا في جميع المسابقات، ومع ذلك لن يكون التعاقد معه سهلا، فقد دفع أتلتيكو 75 مليون يورو مقابل التعاقد معه، ووضع شرطا جزائيا في عقده يبلغ 500 مليون يورو. وقد صرح رئيس النادي إنريكي سيريزو بالفعل أن ألفاريز ليس للبيع. كما من جانبه يتحرك نادي برشلونة بذكاء في سوق الانتقالات، حيث أيضا اختار مهاجم جديد. اللاعب المختار هو جوناثان ديفيد، مهاجم ليل الحالي. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام في هذه القضية هو إمكانية انضمامه مجانا. ينتهي عقد اللاعب الكندي البالغ من العمر 24 عاما في يونيو 2025، ولم يجدد عقده مع فريقه بعد. وقد اعتبر مجلس إدارة برشلونة هذا الوضع فرصة ثمينة، إذ لا يرغب في تفويت فرصة التعاقد مع مهاجم ذي إمكانيات كبيرة دون دفع رسوم انتقال. ويؤمن برشلونة بأنه سيندمج جيدا مع أسلوب لاعب الفريق، ولديه القدرة على أن يكون لاعبا مهما في السنوات القادمة. رغم أن قيمته السوقية الحالية تبلغ حوالي 45 مليون يورو، إلا أن خيار التعاقد معه مجانا في نهاية عقده وضع برشلونة في حالة تأهب. فصفقات كهذه تعد كنزا ثمينا للنادي الكتالوني. في رأيك، من هو أفضل مهاجم سيخلف ليفاندوفسكي؟ كشفت الصحفي لايا توديل عبر راديو كاتالونيا عن تطورات قضية الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن مع ناديه برشلونة الذي يسعى للتخلص منه هذا الصيف. الصحفية قالت أن هانز فليك مدرب البارسا يتعامل مع شتيغن بشكل خاطئ وبطريقته الخاصة حتى الآن، لكن النادي
يعلم أنه إذا احتاج إلى أن يكون حازما فسوف يفعل ذلك كما فعل في مواقف سابقة. وكشف تقرير صحفي إسباني عن انضمام ناد جديد لسباق التعاقد مع الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فقد أبدى ميلان رغبة خلال الأيام الماضية في التعاقد مع تير شتيجن، خاصة مع اقتراب رحيل حارسه الفرنسي مايك ماينيان إلى تشيلسي. وخلال الساعات القليلة الماضية أبدى نادي جلطة سراي اهتماما بضم تير شتيجن، خاصة مع مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويبحث مجلس إدارة النادي التركي عن حارس مرمى موثوق يحمي عرين الفريق في الفترة المقبلة. ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن تير شتيجن غير مستعد للاستماع إلى العروض في الوقت الحالي، حيث يريد حل وضعه أولا بافتراض رغبته في الاستمرار، وإذا أصبح حرا فسيختار وجهة جديدة. كشفت تقارير صحفية عن موعد انتقال خوان غارسيا حارس مرمى فريق إسبانيول إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. برشلونة يضم غارسيا الأربعاء القادم بدفع 25 مليون يورو. ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن غارسيا سيوقع على عقود انضمامه إلى برشلونة الأربعاء القادم، ولن تتأخر إجراء دفع الشرط الجزائي عن هذا الموعد. سيدفع النادي الكتالوني مبلغ 25 مليون يورو للحصول على اللاعب، وهي قيمة فسخ عقده مع ناديه الحالي. سيستفيد برشلونة من خدمات الحارس الشاب صاحب 24 أعوام لمدة 5 سنوات قادمة حتى صيف عام 2030. رفض الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الاعتماد على مواطنه مارك أندري شتيجن في حراسة المرمى، وفضل ضم غارسيا بجانب تجديد عقد فويتشيك تشيزني الذي تألق مع الفريق في الموسم الماضي وساهم في التتويج بالثلاثية المحلية. أفادت صحيفة سبورت أن نادي برشلونة على وشك الإعلان رسميا عن تجديد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني لمدة موسم إضافي مع خيار التمديد لسنة أخرى، بعد أن أعطى اللاعب موافقته النهائية على الاستمرار. تشيزني الذي انضم إلى برشلونة في أكتوبر الماضي نجح في تقديم موسم جيد بقميص الفريق الكتالوني، وفرض نفسه كأحد أعمدة الفريق في مركز الحراسة في ظل غياب تير شتيجن لعدة أشهر بسبب الإصابة. كما أظهر شخصية قوية وخبرة كبيرة في المباريات الكبرى، وهو ما دفع الإدارة إلى التجديد له لموسم إضافي. القرار بتجديد عقد تشيزني يعكس ثقة المدرب هانز فليك في الحارس البولندي، خاصة في ظل الغموض المستمر حول مستقبل شتيجن الذي يعيش فترة توتر مع إدارة النادي، وقد ارتبط اسمه مؤخرا بإمكانية الرحيل إلى ميلان، مما جعل برشلونة يضع سيناريوهات بديلة لضمان استقرار هذا المركز الهام. وبحسب التقارير فإن تشيزني سيتقاضى راتبا معدلا يتماشى مع سياسة النادي المالية الجديدة، وسيكون جاهزا للمنافسة على المركز الأساسي مع خوان غارسيا إن قرر شتيجن المغادرة أو تقلص دوره في الموسم المقبل.